عودة المغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق السابق إلى الفريق مرة أخرى. اللاعب الحر الذي رحل عن صفوف الدوري القطرة والذي كان آخر محطاته، وحتى الآن لا يوجد عروض له من آنادا. ارتبط اسمه باحتمالية العودة إلى صفوف الزمالك مجددا وسط مطالب مالية كبيرة له تتخطى 1,500,000 دولار في الموسم، وهو الأمر الذي كان يعترض عليه مجلس الزمالك. آخر التطورات إن الزمالك وضع سقف مال للتعاقد مع اللاعب، وهو 1,200,000 دولار فقط في الموسم الواحد، غير قابلة للزيادة، على أن يتحمل أحد رجال الأعمال بجانب الرعاة جزء من عقد اللاعب مع الزمالك فحال تمت الصفقة. أخبار البرتغالي جوزيه جوميز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مقترحا لضم ظهير أيمن الموسم المقبل، وذلك في ظل عدة ترشيحات لتدعيم مركز الظهير الأيمن في فريق نادي الزمالك خلال موسم الانتقالات